المشاهدون في كل مكان، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها من تلفزيون الدولة الإريترية، نستهلها بالعناوين. مهرجان إريتريا يساهم في الحفاظ على الثقافات والعادات. تشاور عن تقدم برامج التنمية المنفذة في مدينة عن سبب. أعضاء قوات حرس الحدود الشمالية والغربية يتبرعون بالدم. إصابة 8 عسكريين أمريكيين في هجوم بمسيرة في سوريا. رئيس الوزراء الياباني يعلن عن نيته التنحي الشهر المقبل. وبرلين تصدر مذكرة اعتقال بحق أوكراني في ذمة تفجير نورد ستريم. إلى تفاصيل النشرة. أوضح المشرفون على جناح إقليم عنسبة في مهرجان إريتريا 2024 الذي ضم التراث الشفهي والرقصات الشعبية التراثية والآلات الموسيقية الأثرية والمساكن التقليدية بأن المهرجان المنظم سنويا في أرض المعارض الإكسبو له دور كبير في حماية التراث والثقافة. وذكروا بأن المهرجان يسهم كثيرا في نقل التراث والقيم المجتمعية إلى الأجيال إلى جانب إسهامه في التجمع الوطني والوئام. وأشار خبير الرقصات الشعبية والفنون الموسيقية الأستاذ إسماعيل محمد نور إلى أن مشاهدة الشباب في تقديم الفنون الشعبية والرقصات بالعروض التي قدمها إقليم عنسبة في المهرجان أضفى أكثر جمالا وبهاء على العروض المقدمة. وأوضح عضو لجنة التراث الشفهي الأستاذ محمد عبد الله بدوره أن التراث المنقول شفهيا يعمل في توارث التاريخ وقيم وتقاليد المجتمع من جيل إلى آخر. لهذا نقدم في معارض إقليم عنسبة في مهرجان هذا العام التراث الشفهي لقوميات التيغري والبلين والتيغرينيا، خاصة في مناسبات الخطوبة والأعراس والأحزان، بالإضافة إلى أعمال الحرث والزراعة. وأشاد عضو لجنة عروض المنازل التقليدية والمعيشية الأستاذ عبدو أدادي مساهمة الشعب الواسعة في تجميع الأدوات المنزلية العتيقة التي تصل أعمارها حتى 100 عام. وأوصى الخبراء في إفادتهم أن عملية توريث الثقافات والعادات التقليدية لا يجب عليها أن تحصر بتقديمها في المهرجانات فقط، بل لتعليمها إلى جانب التعليم الأكاديمي. أفاد زوار مهرجان إريتريا 2024 والذكرى الخمسين لمهرجان بولونيا بأن جناح الإقليم الجنوبي يعكس الحياة التراثية والحديثة والموارد وغيرها. وأوضح مقدمو الآراء أن المحتوى الثقافي والموارد الطبيعية التي تمثل قوميتي الساهو والتيغرينيا مكنتها من الحصول على صورة كاملة. وذكر السيد حروي تسفه يوهانس وعضو لجنة قرية التراث السيد صالح محمد سعيد ذكر لوكالة أنباء الرينا أن الرقصات والأغاني التقليدية المعدة على أساس الأبحاث وكذلك المنازل التقليدية والحياة المعيشية تجذب عدد كبير من الزوار. في غضون ذلك أشار السيد تأمرات كستة من المشرفين على عروض الإقليم الجنوبي بأن جناح الإقليم ضم عروض متنوعة ذو أهمية واستخدامات الشعر والأطعمة التقليدية والآثار والمعادن والآلات الموسيقية الأثرية وأنشطة تربية أسماك المياه العذبة وكذا أنشطة تنمية الغابات والحفاظ على البيئة. أقامت إدارة مديرية لوغو عنسبة اجتماع تشاوري في السادس من الشهر الجاري حول تقدم البرامج التنموية المنفذة، شارك فيه مسؤولو الدوائر والجبهة والحكومة والموظفين بالإضافة إلى ممثلي المجتمع. قدم سكرتير الجبهة الشعبية بالمديرية السيد برهان السقاي تقرير مفصل للأنشطة التي نفذت في مجالات الحفاظ على التربة والمياه وصيانة الطرق الترابية وبرامج إعادة أسر الشهداء التي نفذت في في 6 أشهر الماضية. وأوضح مدير مديرية لوغو عنسبة السيد أبراهام حقوس بدوره أحوال المواصلات والاتصالات والطاقة، وبحث بعمق دور الشباب والطلاب وكيفية مشاركتهم بالأعمال المنشودة. وقدم المشاركون آراء بناءة من ضمنها الضغوط التي تتسبب بها التكاليف الباهظة للمناسبات وتوزيع الأراضي المعلقة، بالإضافة إلى تشجيع الشباب والطلاب في المشاركة الاجتماعية. تبرع أعضاء القوات التابعة لقيادة حرس الحدود الشمالية والغربية بالدم في 7 من أغسطس الجاري.
وأفاد عضو مختبر مستشفى تسنية السيد قبر مسك الطهل برهان أنه تم التبرع ب40 كيس دم في إطار برنامج التبرع الذي انتظم، مشيرا إلى أن جمعية المتبرعين بالدم من موظفي الدوائر الحكومية وقوات الدفاع بمديرية تسني تقدم تبرعات متواصلة منذ تأسيسها في شهر سبتمبر من العام الماضي. وأوضح الخبير الطبي بقيادة حرس الحدود الشمالية والغربية السيد صحية دانيال أن التبرع بالدم يرجع بفوائد صحية بالإضافة إلى الرضا النفسي الذي ينتج عن هذا العمل الخيري الطوعي. وأكد المتبرعون بدورهم بالاستمرار في تبرع الدم لإنقاذ الأرواح. أفادت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بأن الإرثيين في الداخل والخارج قدموا تبرعات مالية لتنمية صندوق أمانة الشهداء وإعالة أسر الشهداء. وبناء على ذلك تبرع السيد جيت أوم تسفاي حيلو بمبلغ 100,000 نوفة، وأعضاء جمعية الفيلق 491 سابقا في السويد 47,144 كرونر، والإرثيين المقيمين في أوبسالا السويدية 27,000 كرونر، والجالية الإرثرية في هورن سامد السويدية 26,800 كرونر، والجالية الإرثرية في أوسترونسوند بيامتلاند السويدية 26,500 كرونر، والجالية الإرثرية في كاترينا هولمان السويدية 19,400 كرونر، والجالية الإرثرية في يابلا السويدية 3,000 دولار، والجالية الإرثرية في يوهارت كوش السويدية 11,139 نوفا، وجمعية المخلصين في أسمرة 3,000 نوفا، وجمعية شعلة في النرويج 5,000 كرونر، والكنيسة الأرثوذكسية الإرثرية ليديتا مريم في منهايم ومحيطها في ألمانيا ب300 يورو، واللجنة الوطنية للإرثيين في فييتا والألمانية بمبلغ 8,412 نوفا لتنمية صندوق أمانة الشهداء. كما تبرعت الجمعية التعاونية مستعدون للتصدي في ألمانيا ب6,950 يورو، وأعضاء جمعية التصدي الأخلاقي في ألمانيا 6,750 يورو، والجالية الإرثرية في أوروبرو في السويد 16,580 كرونر، وسيد تمسكن كفلسطين المقيم في أنغولا 720 دولارا أمريكي، والإرثيون المقيمون في هولندا بمبلغ 6,220 يورو. وتبرع السيد محاري تخلة وزوجته السيدة جنة كحساي المقيمان في السويد تبرعا بمبلغ 3,500 كرونر لإعالة أسر الشهداء. من جهة أخرى تبرع الإرثيون المقيمون في جدة ودواحيها في المملكة العربية السعودية بمبلغ 20,670 ريال للجمعية الوطنية لمعاقي الحرب. مشاهدينا الأكارم، كانت هذه الأنباء على الصعيد المحلي. فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن 8 عسكريين أمريكيين أصيبوا في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة في سوريا الأسبوع الماضي، وهذه أول مرة تذكر فيها الوزارة عدد المصابين في الحادث. وكانت رويترز أول من أورد نبأ إصابة عدد من أفراد الجيش الأمريكي وقوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة رومالين لاندينج زون التي تستضيف هذه القوات. وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر للصحفيين أن 3 عسكريين عادوا بالفعل إلى الخدمة، وتلقى الجنود 8 العلوج جراء تعرضهم لإصابات دماغية واستنشاقهم الدخان. وتقول الولايات المتحدة أن لديها قوات في سوريا قوامها 900 عسكري، فضلا عن 2,500 في العراق، تقدم المشورة للقوات المحلية وتساعدها على منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية. أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عن نيته التنحي عن منصبه كرئيس للحكومة الشهر المقبل، وذلك تزامنا مع إجراء انتخابات داخلية في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم لاختيار زعيم جديد. وجاء هذا الإعلان في خضم فضيحة تمويلات سياسية تورط فيها عدد من نواب الحزب، ما أدى إلى تدهور شعبيته بشكل حاد.
وأوضح كيشيدا خلال مؤتمر صحفي عقده في طوكيو أن قراره بالتنحي جاء نتيجة لرغبته في تحمل المسؤولية الكاملة عن فضيحة التمويلات السياسية التي هزت حكومته، وكذلك الإثبات أن حزبه الحاكم على استعداد لخوض عملية إصلاح شاملة بهدف استعادة ثقة المواطنين. وشهد الشعبية كيشيدا تراجعا غير مسبوق خلال الأشهر الماضية، حيث انخفضت نسبة التأييد لحكومته إلى 20% فقط وفقا لآخر الاستطلاعات. ذكرت تقارير أن ألمانيا أصدرت مذكرة اعتقال أوروبية بحق مدرب غوص أوكراني يعتقد أنه كان ضمن فريق نفذ تفجير خطوط أنابيب نورد ستريم للغاز. ووفقا لصحيفتي وهيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية، يعتقد محققون ألمان أن الرجل الذي كان آخر مكان معروف لإقامته هو بولندا كان أحد الغواصين الذين زرعوا عبوات ناسفة على خطوط الأنابيب الممتدة من روسيا إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق في سبتمبر 2022. ورفض مكتب المدعي العام الألماني التعليق على التقرير الذي أشار إلى أن برلين طلبت من وارسو في يونيو اعتقال الرجل. كذلك لم يصدر تعليق بعد من مكتب المدعي العام في بولندا وفقا لرويترز. ويكتنف الغموض من يقف وراء التفجيرات التي دمرت 3 من أصل 4 خطوط أنابيب. وتبادلت روسيا والغرب الاتهامات بالمسؤولية عن التفجيرات، ونفى الطرفان ذلك ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها. اكتشف باحثون دليلا على وجود خزان كبير من الماء السائل تحت سطح المريخ يكفي لملء محيطات على سطح الكوكب. وقال الباحثون إن الخزان يقع في الشقوق الصغيرة والمسام في الصخور في وسط قشرة المريخ على عمق يتراوح بين 11.25 كيلومتر تحت سطح المريخ، مشيرين إلى أن حفر حفرة بعمق 1 كيلومتر يمثل تحديا كبيرا بحسب وسائل إعلام دولية. واستنادا إلى بيانات من المركبة إنسايت التابعة لوكالة ناسا، يقدر العلماء كمية المياه الجوفية بأنها قد تكون كافية لتغطية كامل لسطح الكوكب بعمق يتراوح بين كيلومتر 1 و2. ختاما لنشرة هذا المساء، هذا تذكير بأهم وأبرز العناوين. مهرجان إريتريا يساهم في الحفاظ على الثقافة والعادات. تشاور عن تقدم برامج التنمية المنفذة في مدينة لوكو عنسبة. أعضاء قوى أسحرة الحدود الشمالية والغربية يتبرعون بالدم. إصابة 8 عسكريين أمريكيين في هجوم بمسيرة في سوريا. رئيس الوزراء الياباني يعلن عن نيته التنحي الشهر المقبل. وبرلين تصدر مذكرة اعتقال بحق أوكراني في ذمة تفجير نورد ستريم. مشاهدينا، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.